بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير. هذه الثورة التي بدأت في مصر بدأها الشباب، شباب مصر، شباب الأحزاب المختلفة، ومعهم شباب الإخوان المسلمين. بدأوا في يوم الثلاثاء 25 يناير أول مظاهرات هذه الثورة عند الظهر تقريبا، واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل. في يوم الجمعة 28 يناير كانت أحداث ثورة 25 يناير الكبرى. نزل الإخوان المسلمين بكل طاقتهم في يوم الجمعة، وكانت المظاهرات تعم كل مدن مصر، خاصة القاهرة والإسكندرية والسويس. وسقطت الشرطة في هذا اليوم، والشعب انتشر في كل مكان، وسقطت هيبة الدولة المصرية تماما في هذا اليوم. في هذه الفترة أدرك العسكر أنهم لن يستطيعوا مواجهة الشعب، وبالتالي فتحوا الباب على مصراعي للشعب، ولكن كان ذلك إلى حين. تم إجراء استفتاء فاز فيه الإخوان المسلمين بنسبة 78%، شيء لم يحدث من قبل على الإطلاق. واتجه الناس إلى الانتخابات لمجلس الشعب، لاختيار مجلس شعب يمثل جموع الشعب في مصر، وهو الذي يبدأ في إدارة هذه المرحلة ويمهد لانتخاب رئيس الجمهورية. فاز الإخوان المسلمون في 5 استحقاقات انتخابية متتالية: في الانتخابات الأولى في مارس سنة 2011، ثم 3 انتخابات متتالية في مجلس الشعب وفي الرئاسة، ثم في مجلس الشورى، ثم في الدستور. هذا الذي حدث عمل هزة شديدة عند العسكر. أدركوا أن الشعب يتجه إلى الإخوان المسلمين. مجرد أن جاء الرئيس محمد مرسي عليه رحمة الله، الشهيد محمد مرسي، أدرك الجيش أو قيادة الجيش أو المجلس العسكري في هذا التوقيت أنه لا أمل له إلا بإسقاط الإخوان المسلمين وإسقاط الرئيس محمد مرسي. الرئيس محمد مرسي اختار السيسي لكي يكون وزيرا للدفاع. لماذا اختار السيسي؟ لأن هذا المجلس كما قال الرئيس مرسي أنه كان يتكون من أناس كلهم سيئين، كلهم كانوا سيئين، وكان هذا السيسي يعني أفضل هؤلاء السيئين. كلهم كانوا أسوأ من هذا السيسي، وكلهم كانوا سيفعلون أفعال السيسي. هذا السيسي أقسم على القرآن كتاب الله، وأقسم أمام الله سبحانه وتعالى، وأقسم أمام رئيس محمد مرسي أنه سوف يتبع الدستور في مصر. هذا السيسي انقلب على الرئيس محمد مرسي بعد أن قامت المخابرات المصرية بتخريب كل شيء في مصر، وثورت الشعب ضد الرئيس محمد مرسي حتى كان يطالب بالانقلاب عليه. في 30/6 سنة 2013 جمع الجيش أناس من الشعب وصورهم تصوير، لعب في هذا التصوير وقال أن عددهم كبيرة جدا بالملايين، وهم لم يكونوا كذلك على الإطلاق. من نزل في الإسكندرية لم يكونوا يزيدوا إطلاقا عن 50,000 مواطن. من نزل في القاهرة لا يزيد بأي حال من الأحوال إطلاقا عن نصف مليون مواطن. وهذا عكس ثورة 25 يناير التي نزل فيها في يوم واحد 20 مليون مواطن كانوا في الشارع في هذا التوقيت. لكن الانقلابيين استغلوا هذا المشهد أو هذا المنظر، وقاموا في 3/7 3 يوليو 3 تموز سنة 2013 بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتم القبض على الرئيس محمد مرسي وأودعوه في السجن، وقبضوا على الإخوان المسلمين. ورغم أن الإخوان المسلمين لم يكونوا هم الدولة، لكن كانوا حزب، ولم يكونوا هم الحكومة، لأن الحكومة كانت مشكلة من كل الأحزاب المصرية في هذا التوقيت ومن المستقلين، ولم يكونوا هم الرئاسة، لأن الرئيس اختاره الشعب. محمد مرسي اختاره الشعب ولم يختاروا أحد غير الشعب، وبنسبة 52%. ما فعله المجلس العسكري هو أنه انقلب على الشرعية الدستورية التي اختارها شعب مصر في هذا التوقيت. الانقلاب الذي حدث في مصر في هذا التوقيت شارك فيه كل الدول الكبرى، خاصة أمريكا، وطبعا معها بالتبعية إسرائيل، وشارك فيه الإمارات والسعودية والكويت بالتمويل النقدي. دفعت مليارات الدولارات كما حدث هنا في تركيا بالضبط في بيش تموز. حدث هذا في مصر في 3/7/2013، ودفعوا أموال طائلة إلى قادة الجيش المصري. ملايين الدولارات دفعت لكل قائد من قوات الجيش المصري حتى يوافق على هذا الانقلاب. وجاء السيسي بشيخ الأزهر، وجاء بتودرس بابا الأقباط
المصريين، وجاء بحزب النور السلفي، وجاء ببعض رموز المجتمع المصري، وأعلن الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتم القبض عليه وإيداعه في السجن. وحاول في هذه الفترة أن يسيطر على كل أدوات القوة داخل مصر. الرئيس مرسي كان يدير مصر إدارة ديمقراطية، هو ليس مسؤولا عن كل شيء يجري داخل الجيش، لأن هناك وزير دفاع، لكن وزير الدفاع كان خائن. السيسي خائن، وبالتالي انقلب على الرئيس محمد مرسي. الشعب في هذه الفترة لم يكن يدرك كل ماذا يحدث. ظن الشعب أن السيسي عندما يأتي سوف يوفر له الأموال والوظائف والأعمال والحريات وما إلى ذلك. في عهد الرئيس محمد مرسي لم يتم القبض على شخص واحد على الإطلاق إطلاقا، ولكن عندما جاء السيسي تم القبض على عشرات الآلاف من الناس، لا زال 60,000 منهم موجودين في السجن حتى الآن. الإخوان المسلمون كان أمامهم طريقين لمواجهة هذا الانقلاب، إما أن يواجهوه بالقوة بالسلاح، أو أنهم يواجهوه كما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل في مكة مع كفار قريش. هل رفع السلاح على أهله؟ هل رفع السلاح على وطنه؟ هل رفع السلاح وهو في مكة؟ لم يحدث ذلك على الإطلاق. متى استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام القوة؟ عندما ذهب إلى المدينة وأقام الدولة الإسلامية الأولى بالقطع، بما أن هناك دولة لابد أن يكون لها جيش، فشكل الجيش. عندما واجه الكفار في موقعة بدر الكبرى بعد ذلك انهزموا، وبدأ ظهور الدولة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا ما فعله الرئيس محمد مرسي. الرئيس محمد مرسي كان عنده جيش مصر، المفروض أن هذا الجيش مخصص للدفاع عن مصر وعن حدود مصر وعن شعب مصر، لا أن ينقلب على النظام الدستوري الذي اختاره شعب مصر. الجيش غير المعادلة وانقلب على النظام الدستوري. الإخوان لم يغيروا رأيهم على الإطلاق، ظل الإخوان صابرين حتى الآن طوال 7 سنوات كاملة أمام هذا الذي فعله المجلس العسكري المصري، رغم كل ما تحملوه من آلام وظلم بين، حتى أنه كل القادة الآن موجودين داخل السجون، وقليل منهم موجودين في الخارج، إما في السودان، إما في قطر، إما في تركيا، إما في بعض البلاد الأوروبية، أو في أمريكا، أو في كندا. يعني الانقلاب عمل أفعال هائلة ضد شعب مصر. ماذا حقق الانقلاب بالشعب المصري؟ لا شيء على الإطلاق. الفقر، الجهل، المرض كان هو شعار الجيش المصري في معاملته مع شعب مصر. الفقر، دفع السيسي أموال طائلة فقط لكي يستقر على الكرسي، واقترض من الخارج أموال طائلة. يعني الرئيس مرسي عندما كان في الحكم كانت ديون مصر 40 مليار دولار، الآن ديون مصر 110 مليار دولار. أنا لا أعرف كيف تسدد ومتى تسدد ومن أين تأتي هذه الأموال. السيسي أغرق مصر في الديون كاملة. السيسي باع جزيرة تيران وصنافير ب2 مليار إلى السعودية. ماذا تفعل 2 مليار لشعب مصر؟ وكيف يفرط في أرض مصر إلى دولة أخرى؟ وكل هذا كان يتم لصالح إسرائيل، حتى تستطيع السفن الإسرائيلية أن تمر في مضيق ديران في البحر الأحمر دون أن توقفها السلطات المصرية تحت أي مسمى فيما بعد. السيسي ضيع ثروات مصر، وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز إلى إسرائيل أصبحت الآن مصر تستورد الغاز من إسرائيل. بل إن السيسي ذهب لتوقيع معاهدة مع قبرص واليونان ضد المصالح التركية في البحر المتوسط، والسيسي خسر من المسطح المحدد لمصر في البحر المتوسط 70,000 كيلو متر مربع. لماذا؟ حتى يكون معاندا لتركيا وللرئيس رجب طيب أردوغان. الاتفاق التركي الليبي في البحر المتوسط أعاد لمصر حقوقها، ولكن السيسي لا يفهم ذلك. المخابرات المصرية فهمت ذلك وأرسلت وشكرت الرئيس أردوغان على هذا الاتفاق التركي الليبي الذي حافظ لمصر حقوقها في البحر المتوسط. هذا هو الانقلاب، وهذه أفعاله. الآن شعب مصر يئن تحت وطأة الانقلاب ويتمنى أن يتخلص منه اليوم قبل غدا، خاصة السيسي. الشعب يطالب الآن برحيل السيسي تماما ونهائيا عن المشهد المصري. الآن في سجون الانقلاب العسكري عشرات الآلاف من المصريين، من قادة الإخوان المسلمين وتنظيم الإخوان المسلمين ومن عموم الشعب المصري، الآن يئنون تحت وطأة هذا الحكم العسكري الذي يعملهم بالإهمال الطبي والظلم البين، ويمنع عنهم الرداء، اللبس والغطاء في هذا البرد وهذا الصقيع الشديد جدا، حتى أنهم يموتون الواحد تلو الآخر في سجون مصر. الذي يحصل على البراءة من المحاكم المصرية لا يخرج على الإطلاق.
هناك منظومة كاملة بين الداخلية الشرطة المصرية والقضاء المصري ورئيس الدولة السيسي. هذه المنظومة تعمل على عدم إخراج هؤلاء من السجن إطلاقا حتى يموتوا فيه هكذا وهم أحياء. الوضع الآن السياسي والاقتصادي في مصر غاية في السوء. السياسة الداخلية لا يوجد شيء على الإطلاق. السيسي أغلق كل منافذ السياسة في مصر، لا أحزاب، هو عمل بعض الأحزاب الكرتونية وشكل مجلس الشعب الذي قام بتشكيله هم رجال المخابرات. هؤلاء الناس كلهم يتبعوا السيسي، لا توجد معارضة على الإطلاق في مصر تجاه السيسي، لا توجد أي نوع من الممارسة السياسية تجاه السيسي. اقتصاديات مصر ضاعت وانهارت. لماذا؟ استلمها الجيش المصري كاملة. الجيش الآن أصبح يدير مصر اقتصاديا بالكامل. أصبحت أرباح جميع المشروعات تدخل في جيوب كبار الضباط اللواءات والجنرالات داخل الجيش المصري. الشعب ماذا يأخذ من كل هذا؟ الفتات. حال مصر الآن سيء جدا جدا جدا. يعني أنت لا تتخيل الآن الحد الأدنى للأجور في مصر يساوي قرابة 600 ليرة تركية. 600 ليرة تركية لمواطن مصري، كيف يعيش بهم؟ كيف يأكل؟ كيف يصرف؟ كيف يركب المواصلات؟ كيف يتزوج؟ استحالة أن يعيش بهذا الرقم. 600 ليرة تركية كي يسكن بها ويعيش بها. الوضع الاقتصادي في منتهى السوء الآن في الحالة المصرية. بدون أدنى شك هذا الانقلاب العسكري قد أحدث هزة عنيفة في الشعب المصري. كل هذا الذي يتم الآن في مصر وفي السودان وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي باقي أقطار الأمة العربية ما هو إلا مخططات صهيونية غربية، القصد منها تفتيت هذه الأمة العربية تفتيتا شديدا. الأمة العربية الآن تتكون من 22 دولة، هم يريدوا أن يفتتوا هذه ال 22 إلى 60 أو 70 أو 100 دولة أخرى. لماذا؟ حتى تقوم الصراعات بينهم. هل تعرف أن هذه الدول العربية مجتمعة تمتلك من السلاح أكثر من أمريكا، وتمتلك من السلاح أكثر من روسيا؟ هي أقوى منطقة في التسليح في العالم كله، لكنها منطقة ممزقة. 22 دولة ب 22 جنسية، ب 22 ملك ورئيس، ب 22 أمير، ب 22 جيش. هذه الجيوش كلها ضد بعضها البعض، تحارب بعضها البعض. الذي نطلبه الآن من هذه الدول وهذه الجيوش أن تكون طوع الشعوب العربية تريد أن تتلاحم مع بعضها البعض، أن تدخل إلى بعضها البعض، أن تتحد مع بعضها البعض، أن تكون لها قيادة واحدة تتعاون مع تركيا، تتعاون مع باكستان، تتعاون مع باقي الدول العربية والإسلامية في مواجهة هذا الغرب الذي يريد تفتيت وتشتيت الأمة العربية. سايكس بيكو كانت منذ 100 سنة، نحن الآن نريد أن نتخلص من سايكس بيكو التي فتتت العرب إلى كل هذه الشراذم. نريد أن نعود إلى كل عالم إسلامي بما فيه من دول مثل تركيا وباكستان وغيرها من البلاد الإسلامية.